اول شيء ما قالنا النواب اللي ما سكروا عنهم، بس قال سكروا عنه هو. الشيء الثاني ما قال نواب سابقين. الشيء الثاني انا اقترح اقتراح واتمنى تتسع صدور له. اتمنى الحلول التي ستطرح لقضية البدون ان تطرح لاستفتاء شعبي وياخذ راي الشعب الكويتي عليها. هل الشعب قابل ان يجنس بهذه الاعداد او ما يجنس؟ حتى يكون القرار مبني على رؤيه واضحه للشعب الكويتي. مشاري هذه جاي بدعه من عندك؟ لا مو بدعه، الاستفتاء لا بالدستور، لان في لا بالدستور لا بالصوره ولا بالقانون. انت انا قاعد اقول لك الان انت تتكلم كلام يعني خلاص. خلنا احنا نقول والله باكر نسوي استفتاء على الدستور الكويتي. هل معقوله هالكلام؟ هذا والله كلام انا اقول لك لان انا قاعد انغلق مشاعر ناس بالشارع الكويتي. انت مفترض ان 4000 الكويت ما تستوعب، وان المجلس الحالي وش دعوه راح يجلسون ال 4000؟ المجلس الحالي هذا دعوه راح يجلسون ال 4000 ابو مشاري؟ خلينا نكمل احمد. القانون يقول لك بما لا يزيد يا ابو مشاري. احمد المجلس الحالي قاعد يتبع، يعني الشعب الكويتي يدفع ثمن انبطاح هذا المجلس. يعني شنو 4000 مره واحده؟ ترى الشارع الكويتي ما يستحمل. فبالتالي يا جماعه الخير في حل مشكله البدون، لكن هم العدد لازم ما يكون مبالغ فيه بالطريقه هذه يا جماعه. انا عارف في حل انساني، احنا قلنا الحل الانساني يتوظفون، ياخذون الخدمات الصحيه، التعليميه، يعطون هويه، يعطون اقامه، لكن عمليه منح الجنسيه انا اتمنى ان تكون اكثر يعني دراسه. والمجلس الحالي سلم النمر، لكن لا يسلم النمر على حساب تركيبه السكانيه الكويتي. نعم. بس ابو احمد تفضل ابو علي. يعني شوف اكو هذه الان ممكن السيد عبد الله كقانون موجود في ثغره قانونيه، كلمه قانونيه حطوها وهي تعطي للحكومه بما لا يقل. لما حطوا بما لا يقل ان تدري ايش معناته؟ يعني التزام بال 4000. لا ما يلتزم. من واحد بما لا يقل 4000. انا السقف مالي 4000. انت عندك رصيد بالبنك 4000 تسحب 10 دنانير. هذا بما لا يزيد تقصد؟ بما لا يقل الان كلمه لا يزيد بما لا يزيد الان بما لا يزيد 4000 معناته ممكن ما يجنسون، معناته قد يجنسون 50 قد يجنسون 60 100. القانون اللي قبل الحكومه اللي اعترضوا عليه اللي هو 4000 ان لا يقل عن 4000. فيو شالوا ان لا يقل عن 4000 حطوا بما لا يزيد عن. كانت هناك ملزمه لا يقل 4000. انا تمنيت ابو مشاري يقول يعني يا جماعه هذه عمليه التجنيس كتركيبه السكانيه للبلد يجب انه ما يتم اللعب فيها. تمنيت من ابو مشاري بما انه رجل سلفي ومتدين انه يقول يجب على الدوله انها تعطي المستحق، وانها المستحق تقول له انت غير مستحق. تمنيت منه هذه الكلمه. لكن ابو مشاري قاعد يتكلم كلمه فضفاضه، يا جماعه لا تلعبون في التجنيس، ويا جماعه لا ما ادري شنو، وهذه انبطاحيه. تمنيتك ابو مشاري ما انك رجل دين نعم انك تقول يا جماعه المستحق يجب على الدوله تجنيسه فورا. انت ما دام عندك معايير في مساله التجنيس وقانون التجنيس قول يبا اللي يستحقون من 120,000 من البدون قول 2000 هذين المستحقين، والباقي ما يستحقون الجنسيه. الدولة يجب أن تتعامل معهم. تمنيتك أنك تقول هذا الكلام. خوش كلام، صح ولا لا؟ خلينا نرد عليك. إيه تفضل. أحمد، أكو واقع سياسي بالكويت وواقع اجتماعي وواقع اقتصادي. هذا الواقع يتطلب أن تراعيه. أنا قلت لك أول شيء العدالة في التوظيف، يوظفون يسمح لهم بالتوظيف، يتعلمون، يطببون، ياخذون رخص قيادة، عقود الزواج والطلاق، شهادات ميلاد، كلها تمنح. هذه ما عليه خلاف. لكن قضية التجنيس تجنيس مستحق. لا مستحق بس هم شوي اخذه. المشكله لم تلد من يوم، المشكله ولدت من خلال 30 سنه. ما تحل. يعني ما يتم شنو ما الدوله ما تحل يا احمد. معقوله العدد انا اكلمك بالعقل، انا اكلمك بالعقل. شوف اذا انت خايف على الدوله لا تخلي هذا الموضوع مزايدات لبعض النواب اللي ما يخافون الله، اللي ماخذينها لمواقف سياسيه وانت قاعد تتكلم عنها لمواقف سياسيه، يجنس له 10 اشخاص او 10 ملفات او غيره ويستفيد منها لموقف سياسي. وهذا حدثت عندنا في الكويت في مواقف كثيره وما زالت تحدث ولن تقف. كان ينبغي عليك تقول للدوله اليوم مهمتك، عندك مشكله في قضيه البدون، لازم نحسم هذا الملف ويجب اعطاء المستحق والغير مستحق تقول له انت غير مستحق. هذا المفترض انه يكون. اعطيه 3000 مره واحده. والله لو 10 لو 20,000 اذا مستحق لا أبداً. انسان مستحق انت تقول مستحق يا احمد هذه لها اثار اقتصاديه وسياسيه على البلد. بالنهايه هذا الحسد وما يسوي. خلنا مشاهدينا الكرام، هذا
احسد على منو؟ هذا حسد. احسد منو؟ هذا حسد. هذا حسد. انت تقول انت اذا خاف ياخذون وظائف او غيره. لا 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 عفوا، انت ما قاعد دام الشخص مستحق. احمد انت قاعد ليش تاخره؟ اذا مستحق. لا 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 اذا مو مستحق قول ال 120 كلهم مستحقين، صح ولا لا؟ أحمد. الدوله يجب عليها مواجهه هذه القضيه. لماذا تبغى هذه القضيه المزايدات السياسيه الزوير وعوير كل يستفيد فيها، كل نائب تكلم فيها القضيه واستفاد فيها. هذا الواقع. تمنيتك تقول هذه وكلمه الحق. انا اقول لك لا احمد اصبر. قول. انت عندك مو من الذكاء انك ترشي الملح على الجرح. شلون؟ عندك جرح اسكاني، جرح اقتصادي في شو اللي يمنع الدوله زيدها زيد المشكله. لا مو بالطريقه هذه النظره السلبيه. الدوله اليوم باستطاعتها تحل المشكله الاسكانيه. بالعكس باستطاعتها. انا اقول لك النظره اوسع. تمنيتك تقول للدوله ثقافه الحلول. حلي الدوله. عندك الميزانيات، عندك الارض. انا عارف سيفو خلاجينا، لكن احنا نرجع دائما والله عارف سيفو خلاجينا. انا ما لهم المهم مشاهد احنا عندنا ضيوف خلاص. حياهم الله. اذا مشاهدينا الكرام